السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ اتمنى تكون بخير يا رب. اتمنى الفيديو اللي فات يكون عجبكم وان احنا رسمنا العين بشكل مميز جدا. النهارده يا صديقي هنبدأ ان احنا نحرك العين اللي قدامنا دي بشكل مميز جدا وبسيط عشان نطلعها في الاخر بشكل واقعي نوعا ما. احاول ابسط عليك الشرح بشكل قوي جدا. باذن الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا، خلينا نبدأ على طول بدون رغي كتير. اول حاجة يا صديقي النهارده ان احنا عايزين نبدأ نحرك حدقة العين اللي هي العدسة السوداء اللي قدامنا دي. فيا صديقي دي بنبدأ نحركها من خلال البوزيشن. هنبدأ نعمل كي فريم في البداية، تمام، وبعد 10 كي فريم 10 فريمات، تمام، هنبدأ نعمل كمان كي فريم وهنسحب الفريم هنا الاتجاه ده، وبعد 10 فريم كمان هبدأ ان انا ارجعه تاني هنا، تمام. تعال نشوف كده الحركة، تمام. هبدأ يا صديقي ان انا اضمهم لبعض شوية، عايز اصغر المسافات شوية، تمام. تعال نشوف. طبعا هي رايحة حاجة كده، ده غلط طبعا. فهبدأ ان انا فيا صديقي هبدأ ان انا اجيب ده هنا شوية واجيب ده هنا شوية، وابدأ ان انا اعمل نفس الكي فريم ده هنا، وبالتالي هيبقى شكلها كده. هي سريعة شوية فهنكبر المسافات، تمام، بالشكل ده، تمام. شكلها كويس جدا، بس عايزين برضو نعدل فيها كام حاجة. وخلينا نجيبها مش من البداية كده، خلينا نسحبها كده شوية بعد 12 فريم. كويس جدا يا صديقي. هنبدأ نعمل ايزي ايز او اف 9، وبعد كده هبدأ ان انا احددهم واخليهم اخلي الجراف بتاعهم شكله عامل كده. اسحب دي شوية واسحب دي شوية، اسحب دي شوية اسحب دي شوية، فخلي الجراف بتاعهم بالشكل ده. بعد كده هبدأ اشغل، شكلهم كويس جدا. بعد كده يا صديقي عايزين نبدأ نعمل حاجة. هنبدأ نجيب البين تول اللي هي بالمنظر ده، الأداة دي، وابدأ ان انا احدد الكي فريم بتاعتي كده، وابدأ ان انا اسحب الايد دي كده بالشكل ده عشان اخلي حركة العين شكلها واقعي بشكل اكتر. بالظبط كده يا صديقي، اهي، تمام. خلينا كده نشوف الحركة، شكلها جامد جدا يا صديقي اهي بالمنظر ده. عايزين نصغر العين دي شوية، شكلها كبير زيادة عن اللزوم. ايوه بالظبط كده، شكلها حلو كده قوي، تمام. بس هنا خرجت بره زيادة عن اللزوم برضو، فهنبدأ ان احنا نسحبها لجوه تاني شوية، تمام، بالشكل ده. وبرضو هنا خرجت برضو زيادة عن اللزوم شوية، فهدخلها كده شوية. تعالى بقى نشوف الحركة. ايوه، خلينا نجيب دي كده، كنترول سي كنترول في بالشكل ده. بس كده يا صديقي شكل حركة العين بقى كويس جدا، شكل كويس جدا. هبدأ بقى يا صديقي ان انا ابدأ اعمل من في النص هنا، اقفل العين نفسها، تمام. فهبدأ اجيب حاجة اسمها باص، تمام. هفتح كده، بعد كده هفتح دي، وبعد كده دي، بعد كده اجيب باص، بعد كده اعمل كي فريم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده يا صديقي هبدأ ان انا اجيب البين تول، احدد اللاير واسحب بكل بساطة بالشكل ده، تمام. الموضوع بسيط جدا وسهل. اتمنى الشرح يكون واضح. لو في اي حاجة تقدر تقول لي في الكومنتات ونعملها في درس تاني او في ريلز صغير. بس كده يا صديقي تعال نشوف بقى الحركة من بعيد. بس ما رجعناش في التحلية تاني، فهنيجي بعدها بشوية كده وناخد ده كنترول سي كنترول في ففتحت تاني. تعالى بقى نشوف الحركة، ممتازة. بعد كده هبدأ اخد ده واعمل له ايزي ايز برضو بالشكل ده، تمام، بس مش قوي يعني، حاجة بسيطة. هنشوف، ممتاز. بس احنا طبعا العين بتبقى بتقفل في اسرع شكل، اسرع شويه يعني. هنخلي الكي فريم اللي في الاولاني اسرع واللي وراه ابطا شويه. تعال نشوف كده الحركه. ايوه ممتاز جدا يا صديقي. بعد كده
خلينا نقفل كده. بعد كده انا عايز اكرر دي كمان مره، اعمل لها كنترول دي. تمام. وهبدا اكبر اللي تحت شويه، دي هبدا اكبرها شويه. وبعدين عايز اخلي لونها يكون اصفر نوعا ما، او مد على برتقاني كده. تمام. بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا انا عايز بس احدد الحاجات اللي هي بتاعت حدقة العين دي هنخلي لونها اورنج، ودي هنخلي لونها سيان. تمام. فتعالى كده نبص، بقى شكلها مميز جدا، شكلها لذيذ. بعد كده يا صديقي هبدأ ان انا اكرر دي برضو. تمام. اعمل دي كنترول دي، بس هلغي الكي فريم بتاعها. تمام. مش عايز اي كي فريم في دي. هنبدأ نلغي الكي فريم بتاعت اللي تحت بالشكل ده. ماشي. بس مش هتتحرك، فهنبدأ نجيب العين. المفروض ان هي تبقى على رقم، ودي كمان على رقم 5. هتبقى معانا بالشكل ده. ونبدأ ناخد دي نغير لونها، اللون اللي احنا عايزينه، فهتبقى معانا بالشكل ده يا صديقي. تمام. فاحنا اللي عملناه دلوقتي، احنا قررنا اللير اللي هي بتاعت حدقة العين، وسيبنا اللير اللي فوق الكي فريم بتاعتها، والكي فريم اللي تحت لغينا اللير بتاعتها، وغيرنا الحاجات اللي هي كانت معمولها ست مات. فاللير رقم 3 بقت على الشيب رقم 5. تمام. واللير رقم 4 بقت على الشيب برضو رقم 5. تمام. رقم 5 اللي هو اللي عليه الكي فريم. تمام. بس ده اللي حصل. بس بعد كده يا صديقي بقت بالشكل ده. عشان نخليها شكلها واقعي اكتر، فهنبدأ ناخد دي ونخليها جريدينت. خليها جريدينت زي ده كده. تمام. بس هخلي الالوان بتاعتها اللون ده، ولكن اغمق. واللون التاني اللي هو ده هخليه نفس اللون، ولكن افتح كده. تمام. وهبدأ ان انا اسحب الشكل ده، بس انا عايزه العكس كده بالظبط. وابدأ اسحب بقى معايا بالشكل ده. فبقى شكلها معايا كده يا صديقي. تعال نشوف. شكلها جامد جدا. تمام. احنا عايزين نوقف عند 5 ثواني هنا كده. طبعا عشان اعمل الحركه اللي انا عملتها دي، باجي واقف عند الوقت اللي انا عايز اخلي التايم لاين اخره، واعمل ان. وهكذا لو عايز ابدا، يعني مثلا لو عايز البدايه تكون من هنا بعمل بي. هكذا. عايز ترجع في اللي انت عملته ده تعمل كنترول زد. تمام. فالعين بقى شكلها معايا بالشكل اللي قدامنا ده. طيب كده يعتبر احنا خلصنا جزء كبير من الدرس. هيبقى فاضل بس ان احنا لو دلوقتي عايزين العين دي يظهر من جواها، يعني اكنها بتبص على حاجه. طيب خلينا نعمل حركة الأول كده فيها. احنا عايزينها في الأول تبقى مغمضة، يعني الكي فريم اللي هي دي. تمام. ننسي كنترول في. وبعد كام فريم كده تبقى فيها حركة، تبقى ترجع كده عشان بالشكل ده. تمام. فخلال الفترة دي أنا عايز الحدقة اللي هنا دي، اللي هي الصغيرة، تصغر وتكبر بالسكيلز. من هنا خليها في البداية صغيرة شوية، وتكبر مع العين وهي بتتفتح يعني. تمام. هنبدأ نعمل دي ايزي ايز. تعال نبص كده. هتبقى بالشكل ده قدامنا. تمام. طبعا انا عايز ده اهي، هما الاتنين في البوزيشن بتاعهم اللي هو في البداية يكونوا في النص، لان هما كده مش في النص. ايوه. يبقى بالشكل ده. تمام. تعال نشوف. جامد جدا ده يا صديقي. تمام. طبعا تقدر تحرك الحركات دي قدام، او تعمل الكي فريم اللي هو بيخلي الحركه تفضل شغاله عادي جدا. بس احنا بنعرف بس الاساسيات بتاعت التحريك. بعد كده يا صديقي هجيب بقى صوره. ماشي. هبدأ أجيب صورة من اللي هم أي صورة مثلا، أحطها فوق العين. تمام. طيب أعمل إيه بقى دلوقتي؟ هبدأ أكرر العين اللي فوق دي كنترول دي، اللي هو من فوق تحت. هتبدأ معايا بالشكل ده. هتيجي تعالى تتحرك، هتلاقيها بتعدي على الصورة اللي قدامك، بحيث إنها لو عايزة تبقى كأنها بتبص على حاجة تبقى ظاهرة في العين. ممكن نقلل الوباستي بتاعتها شوية، بحيث إنها برضو متبقاش واقعية بشكل طبيعي. أيوه كده. تمام.
بس أصل كل اللي بتعملها الفا مات وخلاص جوه حديقة العين، فبتبقى معانا بالشكل ده يا صديقي. في النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبك يا صديقي، واتمنى تكون استفدت، واتمنى الحركة بتاعت العين تكون شكلها مميز جدا وبسيط. طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد، عشان نوصل 2000 متابع بقى يا صديقي، وعشان المحتوى اللي جاي هيبقى قوي جدا. ما تنساش تفعل زر الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات اللي بتنزل واحدة واحدة. شكرا جدا ليك يا صديقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.